وبركاته. معكم رشيد أبو زيد وعلم الكلمة في القرآن الكريم. موضوع الفيديو ده عن موضوع برضه غريب شوية مش فاهمينه كويس في القرآن الكريم. وموضوع إيه؟ موضوع مالك اللي هو خازن النار. أولا ربنا ذكره كمفرد، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليه فرد؟ مع العلم إني خزنة النار هم مجموعة، هوضح لك من الآيات دلوقتي. طب ليه ربنا قال على مالك إن هو فرد؟ وبرضه سبحانه وتعالى قال لك اسمه، قال لك هو ليه شيء هو مالك. ما معنى مالك؟ في كلمة تانية هي الذبانية. ايه معنى الذبانية؟ الذبانية مين هم الذبانية؟ هل هم ولا هو؟ برضه موضوع شائك. خزنة جهنم عارفينهم، هم مجموعة من الملائكة حراس جهنم. نقرأ الآيات ونبدأ نوضح واحدة واحدة كل شيء من الحاجات دي اللي ذكرها الخالق في القرآن الكريم محتاجة توضيح. اللي خلاني بأتطرق للموضوع ده كلمة جبلتني في علم الكلمة القديم في الخط المصري القديم. ايه الكلمة دي؟ كلمة الزبانية أو الزباني. ما تيجي نشوف، تعال. في سورة، طبعا ذكرت الزبانية، أنا هجيب لك الكلمات كده بالتسلسل، الآيات في الكلمات في الآيات بالتسلسل، ونبدأ نعرف واحدة واحدة. في سورة ذكر مالك، هنوضح مالك الأول وبعد كده نشوف الزبانية. ذكر مالك في سورة الزخرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا، اللي هم مين اللي دخلوا النار؟ ربنا ما ظلمهمش، هم كانوا بيظلموا أنفسهم. بعد ما دخلوا النار ورأوا العذاب الشديد، شافوا الهول قدامهم، راحوا نادمين يا مالك ليقضي علينا ربك. احنا كده في عذاب أليم شديد، خلي ربك ينهينا خالص، ما يبقالناش وجود إطلاقا. رد عليهم مالك قال إنكم ماكثون. قال إنكم ماكثون، انتوا هتمكثوا هنا قاعدين مش براحتكم، وزي ما نقول كده مش بمزاجكم انتوا، يعني كان مزاجها، مش بمزاجكم، يعني مش بإحساسكم ولا بإرادتكم ولا براحتكم. لقد جئناكم بالحق. جئناكم، هو بيقول لك جئناكم لأنه هو من ضمن الملائكة. ادي المقصد، يعني لقد جئناكم بالحق، هو من ضمن الملائكة. من يرسل اللي اداهم الأمر الخالق وحملهم الوحي، وحملهم الحق ده الخالق عز وجل. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. انتوا بتكرهوا الحق. وعلى فكرة الحق لا يمكن تغيب عنه أبدا، ما حدش يقدر يضل عنه. يعني الحق باين واضح. المشكلة فينا حاجتين، اللي هو النفس اللي بتبعد عن التعليم أو المعرفة الحقيقية، الحق يعني، والشيطان. الاثنين دول بيتحدوا مع بعض بيبعدوك عن الحق. طيب ده كده مالك عرفناه موجود في الآية في الزخرف، الآية 86 و87 و8 76 و77 و78. طب ليه ربنا ذكره مفرد؟ مع العلم في آيات أخرى ربنا قال لك عن الملائكة اللي هم خزنة النار. في سورة التحريم آية 6: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وعليها دي عايزة وقفة طويلة جدا. عليها ملائكة غلاظ شداد، دي صفتهم، ملائكة، هم ملائكة، دي تكوينهم، دي برضه صفة ليهم، ملائكة. لكن في حاجة تانية معاهم دول بالذات، مش كل الملائكة كده، دول ملائكة العذاب أو ملائكة جهنم، خزنة جهنم. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. طب ليه ربنا يجيب لك ويفعلون ما يؤمرون؟ هم لا يعصون الله ما أمرهم، ما خلاص كده. لكن ربنا أضاف لك ويفعلون ما يؤمرون، هم لا يعصون الله ما أمرهم، لأن فيه أمر ما بيجيلهمش مباشر، هم لا يتعاملوا مع الخالق معاملة مباشرة. هدخل لك في الموضوع على طول. من هو مالك؟ ومن هم الذباني؟ من هو الذباني أو الذبانية؟ هنا الآية دي في التحريم آية 6 بتوضح لك إن الملائكة دول ما بياخدوش الأمر مباشرة من الخالق، لا، أنت ناسي الآية الكريمة. الملائكة بيقولوا عن نفسهم وما منا إلا له مقام معلوم. أنت فهمت من المقام؟ يعني المقام ده تسلسل قيادي. ربنا هو الأعلى، هو مالك يوم الدين، تمام؟ مالك يوم الدين ده ملك الملك كله. مالك ده فين؟ ده في يوم الدين. ففيه مالك موجود خازن النار، هو خازن النار وحديه كده. ليه؟ مهمة هجيبها لك. هو الكبار يا سيدي، عشان هو الكبار، هو الكبير كبير الحتة، يعني هو السيد في المكان ده، هو اللي بيستلم الأمر من الخالق وبيبدأ يوزع الأوامر على باقي الملائكة اللي موجودين في النار، هم خزنة النار الحراس. عشان كده ربنا قال لك إيه؟ لا يعصون الله ما أمرهم، واعرف الأمر ده جاي من الخالق. طيب ويفعلون ما يؤمرون. يؤمرون من مين؟ من اللي أمروا ربنا عليهم. ربنا أمر مالك عليهم، خلى مالك هو أمير على خزنة النار، تمام كده؟ يوم مالك هو إيه؟ كبير حراس النار، مالك. حتى كلمة مالك، ما معنى مالك؟ مالك هو شخص يمتلك شيء معين بحيث يقدر يصدر أوامر.
مالك ده معاه اوامر معينه بيبدا يوزعها على اللي تحتيه، بيستلم الاوامر دي من المالك الاعلى، مالك يوم الدين. وده عندنا ولله المثل الاعلى في حياتنا العامه، في شخص مالك، في تحتيه شخص تاني بيملك برضه جزء، كله اتعمل تسلسل كده قيادي لغايه ليه لا يملك شيء خالص وبينفذ الامر وبس. حتى خزنه جهنم مالك، كل واحد فيهم مالك خد الامر وبيصدره لمين؟ اللي تحتيه برضه بينفذه، اللي تحتيه برضه هو مالك المعذبين في النار، هو برضه كل واحد فيهم بيملك جزء معين في النار بيتم من خلاله اصدار تنفيذ الاوامر. عرفنا كده مالك؟ ادرسها كويس بس كده من غير تعصب، وما تقولش لا المالك هو الله، ما الملك هو الله، ده مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك كل شيء. مالك يوم الدين ده يأتمر بأمره مالك النار، فهمت دي؟ ويأتمر بأمره كل من يملك شيء. بس عشان نريح بس يا دماغنا ما يطلعليش حد في التعليق وينط لي يقول المالك هو الله. ايوه عارف والله، عارفين الحمد لله. طيب يبقى كده مالك هو كبير حراس النار، كبير حراس النار. تعال للكرسه اللي هجيبها لك، والله زي ما بقول لك كده، اقسم برب العزه، اقسم برب الاعلى سبحانه وتعالى، اقسم باسم ربي الاعلى سبحانه وتعالى، مش ربي الاعلى ولا يوجد الا اله واحد او رب واحد اعلى، ما فيش بعديه ثاني. فاقسم باسم ربي الاعلى ان ده موجود في الخط المصري القديم، الذباني او الذبانيه. مين هم؟ الذباني او الذبانيه في الخط المصري القديم هم هو مش هم والله، هو شخص واحد، كبير حراس النار، كبير خزنة النار. وفي الخط المصري في المصرية العقيدة المصرية القديمة في نار، ده في نار وفي جنة وفي درجات النار وفي حراس النار وفي الزباني اللي هو مالك اللي بيحكم الحراس كلهم. ايوه هو ده. لو دخلت لك في العقيدة المصرية القديمة مش مجالنا، هتوه. خلينا بس في الكلمة دي وقت حاليا. ففي موجود شخص اسمه الذباني. الذباني ده هو اسمه كده كبير خزنة النار. والله منطقة كده في العقيدة المصرية القديمة هي منطقة جهنم، ومنطقة جهنم في العقيدة المصرية القديمة مجسمة لمناطق ودرجات، وفيها حراس لهم أعداد معينة، حراس كتار. الحراس دول بيأتمروا بأمر الزباني. يبقى كده عرفنا مين الزباني. طيب هثبتها لك أكتر. ليه ربنا جاب هنا الزبانية في سورة العلق؟ فليدعو نادية سندعو الزبانية، فليدعو نادية. من هو نادية؟ نادية ده الاجتماع، المكان اللي بيجتمع فيه علية القوم، الكبار يعني. فربنا قال انتوا هتجيبوا الكبار بتوعكم اللي في النادي دول هيواجهوا الرسول. احنا قاعد مجهزين لكم واحد بس نجيبه لكم. اذا كان اللي تحتيه اسمهم ايه؟ غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم، فما بالك بالزبانيه اللي هو بيرأس دول اللي معاه الاوامر كلها. شوف قوته ايه بقى، ده الكبار الكبير. لما يستلم دول اللي بينادوا مالك اللي ذكرهم ربنا في سورة العلق. فليدعو نادية سندعو الزبانية، هم دول نادوا مالك. يا مالك ليقضي علينا ربك، يا ذباني يا ذبانية فليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. هتقعدوا رايحين فين؟ أنا حبستكم هنا تحت إيدي. أنت مش كنتوا بتقولوا في الدنيا إنكم كبار؟ ما حدش ليه سيطرة عليكم، أنتوا كبار، أنتوا علية القوم. تعالوا وقعتوا تحت إيدي يا معلمين، تعالى اذبح احرق ولع وكله. استغفر الله العظيم وأعوذ بالله العظيم من حر جهنم ومن نار جهنم، وأسأل الله العظيم أن يحفظكم منها. لأن لو عرفتوا المفردات بتاعت جهنم وتعني إيه، أقسم بالله العظيم هتصعقوا. لأن أنت تتحدث في علم الطاقة، علم عالي، شيء بيذيب العظام، شيء بيذيب كل شيء، طاقة عليا، طاقة ضخمة. دي مش كده وبس، وبتأثر في مراكز الإحساس مباشرة، ومش مرة وانتهى، ده باستمرارية. موال كبير. لو ذكرت لك النار بأوصافها وبدرجاتها، وهجيب لك حاجة عن النار إن شاء الله الفيديو الجاي، طبعا مش عشان خليك تتشائم عشان تعرف مين هو الخالق. ربنا ذكر لك النار عشان تعرف مين هو الخالق، تعرف قدره. طب ما ذكر لك الجنة، ليه سبت الجنة وافتكرت النار؟ طب ما يا سيدي ذكر لك النعيم كله، ذكر لك النعيم والعذاب عشان يما تفتكر النعيم تعمل له، ولما تفتكر العذاب تبعد عنه، تبعد عن أعمال العذاب ولا اللي توديك ناحيته. فرب العباد سبحانه وتعالى هو الحق، والحق يعطيك كل شيء ويترك لك الحرية في الاختيار لأنه قانون. هل تعلم أن كلمة حق في علم الكلمة القديم معناها قانون؟ أيوة قانون، اسمها حق أو الحقات، والقانون رولز، قوانين، قانون. فالخالق هو الحق، هو قانون، والقانون لا يظلم أبدا. قانون الخالق مش قانون البشر، قانون البشر كله ظلم، لكن قانون الخالق لا يظلم أبدا.
ما طولش عليكم، بدأت أدخل في اتجاه تاني عشان ما حدش يزعل برضه. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.